السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والخير نلتقي وإياكم، وسؤال فقهي. سؤالنا لهذا اليوم: ما حكم الجهر والإخفات في صلاة العشاءين؟ الجواب: صلاة العشاءين اللي هي صلاة المغرب وصلاة العشاء من الصلوات الجهرية، فيجب على الرجال الجهر بقراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والركعة الثانية. أما النساء فيتخيرن بين الجهر والإخفات في الركعة الأولى والثانية. ويجب على الرجال والنساء الإخفات في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، فصلاة المغرب تتضمن ركعتين جهريتين وركعة واحدة إخفاتية، أما صلاة العشاء فتتضمن ركعتين جهريتين وركعتين إخفاتيتين. أما الأذكار كذكر الركوع وذكر السجود والقنوت والتشهد والتسليم فيتخير الرجال والنساء بين الجهر والإخفات فيها. والحمد لله رب العالمين. صل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.